في سنة 1206 العالم كان على موعد مع ولادة واحدة من أكبر القوى المرعبة في التاريخ. قبائل السهوب المنغولية اللي كانت غرقانة في حروبها الداخلية واللي اتوحدت فجأة تحت راية رجل واحد وهو جنكيز خان. ولكن التحدي الحقيقي قدام جنكيز خان ما كانش توحيد قبائل منغوليا بس، والتحدي كان إزاي جيش من البدو يقدروا يواجهوا أعظم حضارة موجودة في وقتهم، حضارة محمية بأسوار عظيمة ومدن غنية ومحصنة بقالها آلاف السنين زي مدن الصين. النهارده هنحكي قصة الصدام التاريخي اللي غير شكل آسيا للأبد، وإزاي جنكيز خان حول جيشه من مجرد غزاة قبائل لآلة حصار دمرت إمبراطوريات كبيرة وعريقة. وهنعرف مع بعض ليه غزو الصين بالنسبة للمغول كان مسألة حياة أو موت. بس قبل ما نبدأ اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد أول بأول. أنا أحمد عطية ودي حلقة جديدة من برنامج فضول. لحظة إعلان تيموجين لجنكيز خان كانت نقلة كبيرة في حياة سهوب منغوليا كلها، لأنها كانت لحظة انتقال من فكرة التحالفات القبلية المؤقتة لمشروع دولة قائم على مركزية القرار وإعادة تشكيل الجيش وصناعة ولاءات جديدة أكبر من روابط الدم والأنساب. فالحياة قبل سنة 1206 حاجة وبعدها أصبحت حاجة تانية خالص، لأن جنكيز خان بقى بيملك حاجة ما كانتش عند أي حد قبله، وهي احتكار العنف المنظم عن طريق جيش موحد هو قائده، وضيف عليهم كمان شرعية سياسية مدعومة بفكرة الولاء التام لجنكيز خان. وهنا بتبان قاعدة سياسية شبه ثابتة في الإمبراطوريات العسكرية، إن بعد توحيد القبائل وكسر خصوماتها لازم هتقابل سؤال مهم جدا، وهو إيه اللي هنعمله بعد كده؟ جنكيز خان كان فاهم كويس إن التحالف اللي عمله بالسيف والدهاء ممكن يتفكك في ثانية واحدة، والتفكك ده هيحصل لو مفيش مشروع كبير يجمع الناس كلها حواليه ويخلي رجالته عندها هدف وغاية وغنائم يكسبوها. فلو عجلة المعارك والحروب وقفت، التنافس القديم هيبدأ يرجع من تاني، والقبلية هتعود من تاني وكأننا ما عملناش أي حاجة، وهترجع المعارك ما بين القبائل وبعضها. وعشان كده التوسع الخارجي ما بقاش مجرد رفاهية عند جنكيز خان، لأن بصراحة كده هو عامل زي اللي كبر وتوحش، والوحش هنا هو الجيش الكبير اللي أسسه، اللي بقى بيتغذى على الحروب والمعارك والقتل والغنائم. ولو ما قدرش يوجهه خارج منغوليا هيرجع يتفرق من تاني بعد ما وحده، وهيرجع يقاتل بعضه زي ما كانوا قبل كده ويمكن أسوأ كمان. فكانت الغزوات الخارجية بالنسبة لجنكيز خان تعتبر هي أداة استقرار داخلي، ومش بنقول ده كتبرير لكل الأعمال الوحشية اللي عملها واللي لسه هيعملها، لأننا عارفين ومتأكدين إنه سفاح وإن المغول كانوا قبائل همجية. بس إحنا بنحاول نفهم مع بعض عقلية المغول كانت ماشية إزاي وإيه الدوافع اللي كانت بتحرك جنكيز خان، لأن المشكلة الدائمة لينا كعرب إن في ناس كتير مش فاهمة مين هم المغول ولا قدرت تفهم أفعالهم لحد النهاردة. ودورنا هنا إننا نفهم سبب كل حاجة عملوها ونفهم كانوا بيفكروا إزاي، عشان لو قابلنا عدو شبههم في يوم من الأيام نبقى فاهمينهم كويس ونعرف نواجههم إزاي. المهم في سنة 1209 بدأ جنكيز خان يفكر في غزو الصين، وفي الوقت ده وتحديدا في القرن ال 13 الصين ما كانتش دولة واحدة بشكلها الحالي. الصين كانت متقسمة لثلاث ممالك رئيسية، وكل الممالك دي كانت في مشهد سياسي معقد جدا، بس هنحاول نبسطه مع بعض. في الشمال مثلا كان عندنا سلالة الجين، وهي كانت مسيطرة على مناطق كبيرة وأجزاء واسعة من شمال الصين. وأما بالنسبة للشمال الغربي فكانت شيا الغربية أو التانجوت. وأما بقى في الجنوب فكانت موجودة مملكة أسرة سونج، والممالك دي كان في ما بينهم بعض التوترات والصراعات، خصوصا شيا الغربية ومملكة الجين. ولكن أكتر مملكة بتتدخل في شؤون القبائل في منغوليا كانت مملكة الجين، فهي كانت العدو الأخطر على المغول وعلى جنكيز خان. بس جنكيز خان كان مأجل فكرة غزوها وقرر يغزو مملكة شيا الغربية الأول باعتبارها البوابة الاستراتيجية اللي هتفتح له بعد كده فرص لغزو مملكة الجين. وكمان كان عارف كويس إنه لما يتحرك ناحيتها مملكة الجين مش هتتدخل ولا هتقف معاهم. أكيد هيجي في بالك دلوقتي سؤال مهم، وهو إزاي مجرد قبائل اتوحدت بعد ما كانت متفككة بتوصل لمرحلة إنها بتحاول تغزو ممالك عملاقة زي ممالك الصين، بالأخص إن ممالك الصين كانت محصنة جوه أسوار ومدن وعندها موارد أكبر وأغنى من قبائل السهوب بكتير. في الحقيقة السؤال اللي فات ده أنت عندك حق فيه، وعشان كده جنكيز خان فضل من سنة 1206 لحد 1209 بيعيد تنظيم جيشه وتقسيمه من تاني، وعمل حاجة كان اسمها النظام العشري في الجيش، لأن سر قوة جيش المغول ما كانتش في العدد قد ما كانت في التنظيم، وهو إنه قسم الجيش لوحدات ثابتة، يعني كل 10 جنود مع بعض فرقة تحت قائد منهم، والفرقة الأكبر شوية مكونة من 10 مجموعات من الوحدات الصغيرة اللي قلنا عليها دي. يعني ببساطة الفرقة الأكبر مكونة من 100 جندي، وبعد كده الفرقة الأكبر مكونة من 1000 جندي،
وهكذا، لحد ما بنوصل لفرقة تعدادها 10,000 جندي جواها فرق صغيرة بقادة معروفين، والجيش وقتها تعداده زي ما بتقول المصادر حوالي 100,000 جندي. بس طبعا هيزيد مع الوقت. النظام العشري في الجيش ده هيكون مؤثر جدا في كل حروب ومعارك المغول بعد كده، لأن بقى فيه مرونة كبيرة في التحكم في الجيش وتقسيمه في وقت قليل جدا وبطرق تفاجئ خصومهم. والموضوع كمان كان ليه بعد تاني، وهو انه يقدر يخلط افراد من قبائل مختلفة جوه نفس الوحدة عشان يفك العصبيات القبلية القديمة ويبني ولاء جديد للوحدة وللقائد الأعلى. وكمان زي ما قلنا انه اعتمد على الكفاءات بدل النسب والقرابة، وده عكس السائد في الوقت ده وفي أي حتة في العالم كله. وده ترتب عليه ظهور قادة كبار بولاء مطلق لجنكيز خان. وكمان أسس جنكيز خان شبكات تجسس ومحطات فيها ناس بينقلوا الأخبار وبسرعة شديدة، حاجة كده تشبه البريد بس بما يتناسب مع الوقت اللي كانوا عايشين فيه. النظام ده كان بيسمح بنقل الأوامر والمعلومات السرية بسرعة، والسرعة دي هتدي ميزة كبيرة لجيش جنكيز خان في أغلب المعارك. وطبعا كل اللي فات بجانب خبرة المغول نفسهم في المعارك وفي الحروب، فكل دي حاجات هتساعدهم في حروبهم بعد كده. طب ليه الصين؟ إيه اللي هيخلي جنكيز خان يتجه للصين بالتحديد؟ من ضمن الدوافع اللي كانت عند جنكيز خان كان الدافع الاقتصادي، لأن عرفنا مع بعض قبل كده إن بيئة السهوب المنغولية فقيرة وثروتها محدودة، بعكس دول الشمال الصيني اللي عندها زراعة وحبوب ومدن غنية ومعادن وحاجات كتير يقدروا ياخدوها. وجيش المغول هنا كان في أمس الحاجة لكل ده. وأما بالنسبة لتاني دافع عند جنكيز خان فكان تأمين حدود الإمبراطورية المغولية الجديدة. مملكة الجين مثلا كانت بتعامل قبائل السهوب وكأنهم تابعين لهم، وكانوا فاهمين ازاي يأثروا على قبائل المغول، فكانوا بيعتمدوا على مبدأ فرق تسد. فقبيلة الجين كان عندهم المقدرة قبل كده انهم يكسبوا ولاء القائد بالمال، او انهم يشيلوا زعيم ويعينوا واحد تاني على مزاجهم. فكان كل الخوف عند جنكيز خان ان مملكة الجين تتدخل وتهد كل اللي عمله، فكان محتاج انه يفرض سيطرته عليهم قبل ما هم يفرضوها عليه. وبعض الروايات بتقول ان الغزو بدأ بسبب رسالة من امبراطور جديد لأسرة الجين كان بيطلب فيها من جنكيز خان اعلان التبعية ليه، فجنكيز خان حس بالإهانة وقرر يحاربهم. وزي ما قلنا ان رغم كل العداوة اللي كانت مع مملكة الجين إلا إن جنكيز خان قرر يغزو مملكة شيا، المملكة اللي ما كانتش أكبر إمبراطورية صينية بس كانت تعتبر البوابة للي جاي بعد كده. بس التنفيذ ما كانش بنفس سهولة اتخاذ القرار، لأن أول مرة جنكيز خان تقريبا يواجه عدو محصن بأسوار وأبواب وعنده مخازن من أكل ومية تكفيه وتخليه يستحمل الحصار. وده لأن جنكيز خان وكل جيشه واخد على الحروب في السهوب اللي معتمد على الفرسان، مفيش تخطيطات عسكرية معقدة ولا حصار مدن وأسوار ولا كل الكلام ده. المهم كان في حصن قوي جدا بيحمي الممر الرئيسي اللي بيودي لعاصمة مملكة شيا. الحصن ده كان فيه آلاف الجنود ومتحوط بأسوار عالية جدا، وكان صعب جدا على جنكيز خان انه يقتحمها، لأن زي ما قلنا إن جيشه في الوقت ده ما كانش مدرب على اقتحام المدن ولا الأسوار، ولا حتى كان معاهم المعدات ولا الأدوات اللي تساعدهم على هدم الأسوار دي ولا حتى اقتحامها، فما كانش عنده حل غير إنه يحاصر الحصن ده. وفضل محاصرهم لحد ما قرر يستخدم أسلوب الانسحاب التكتيكي اللي هيستخدمه في كتير من معاركه بعد كده، وهيبقى أسلوب المغول في كل الحروب. وفكرة الأسلوب ده إنه كان بينسحب من مكان الحصار ويسيب قوة صغيرة كطعم، فلما العدو يشوف القوة الصغيرة فيقرر يهاجمها فيرجع بباقي الجيش ويعمل عليهم كماشة ويخلص عليهم. وفعلا عمل التكتيك ده مع مملكة الشيا عند الحصن اللي كان محاصره، وساب مجموعة صغيرة وانسحب بباقي الجيش، فبلع جنود مملكة الشيا الطعم وفتحوا الحصن وخرجت منهم قوة كبيرة تهاجم القوة الصغيرة اللي سابها جنكيز خان. وفي اللحظة دي هجم جنكيز خان بكل الجيش على القوة دي وقتلهم، وضيف عليهم انه هجم على الحصن واستولى عليه. وبكده أصبح طريقه لعاصمة مملكة الشيا مفتوح بالكامل. ولما وصل للمدينة حاصرها لفترة بس برضه فضلت صامدة قدامه، واستمر ده لحد ما استخدم جنكيز خان المياه كسلاح حصار. ساعتها قرر الإمبراطور بتاع مملكة الشيا يتفاوض مع جنكيز خان لأول مرة ويقبل إنه يدفع له الجزية مقابل فك الحصار عن المدينة. وبما إنك مكمل معانا لحد هنا فده معناه إن المحتوى عجبك. اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو لأن ده أكبر دعم بتقدمه وأكتر حاجة بتساعدنا نطور المحتوى. جنكيز خان وافق بس بشرط انه لما يجي يحارب اي حد بعد كده مملكة الشيا هتبقى ملتزمة تبعت له جنود وتساعده في الحرب بتاعته. ووافق الامبراطور واتفقوا على كده. بس يا ترى هل التزم الامبراطور باتفاقه مع جنكيز خان؟
ده اللي هنعرفه بعد كده. المهم بعد ما وصل جنكيز خان للي هو عايزه مع مملكة إلشيا، بدأ في سنة 1212 التحرك لمواجهة مملكة الجين. ممالك الصين قبل الوقت ده بكتير كانت بتخاف من هجمات قبائل البدو عليها، فكانت بتبني تحصينات كتيرة على هيئة أسوار زي سور الصين العظيم كده، واللي بالمناسبة في حلقة بتجهز عنه بالتفصيل هتنزل قريب. بس في الوقت ده ما كانش السور مكتمل بنفس هيئته الحالية، وده سهل شوية على جنكيز خان عملية اختراقه لمملكة الجين، وفعلا بدأ يكتسح المدن والقرى في طريقه ناحية عاصمة مملكة الجين اللي هي بكين في وقتنا الحالي. المغول وصلوا التقدم، ومع كل مدينة تحاول تقاومهم كان جنود المغول ما بتتوصاش في عمليات السرقة والنهب والقتل زي ما كانوا نفسهم متعودين مع بعض أيام ما كانوا قبائل بتحارب نفسها. ولما وصل جنكيز خان لممر مهم، والممر ده كان قبل العاصمة، كان عليه حصن قوي بقيادة جنرال صيني كبير. ورغم تفوق جيش مملكة الجين عدديا، إلا إن الرعب اللي سبق المغول خلى الجنرال يفكر في الصلح، وفعلا أرسل ضابط للتفاوض. ولكن الضابط ده انشق وانضم لجنكيز خان وقدم ليه معلومات خطيرة جدا خلت المغول يعرفوا يقتحموا الحصن اللي محاصرينه، وبكده أصبح الطريق للعاصمة مفتوح. وبالمناسبة الضابط اللي انشق ده ما كانش أول صيني ينضم لجنكيز خان، قبله كان في ناس من الصين انضموا لجنكيز خان ومش ناس عادية، دول كانوا نبلاء وقادة ومسؤولين وأصحاب نفوذ، وده بسبب مشاكل داخلية في مملكة الجين نفسها، خصوصا مع الأسرة اللي كانت بتحكم مملكة الجين قبلهم وطردوهم. المهم بسبب انشقاق النبلاء دول، جنكيز خان بقى بيملك مستشارين أجانب فاهمين الأرض اللي بيحارب عليها كويس وعارفين كل ظروف مملكة الجين، فساعدوه بالمعلومات في معاركه هناك. وجنكيز خان ما اكتفاش بحصاره للعاصمة، ولكنه كمان قسم الجيش لثلاث فرق، وهو بنفسه كان قائد الفرقة الوسطى اللي محاصرة العاصمة، وبعت باقي الفرق لمحاربة باقي المناطق زي إقليم منشوريا، واللي استخدم فيها المغول خدعة الانسحاب التكتيكي اللي قلنا عليها من شوية، وبسببها قدروا يسيطروا على المدينة. ولكن الشتاء الصعب في الصين كان بيجبر جنكيز خان على الانسحاب، ولو كان الانسحاب ده مؤقت، وبعدين بيرجع تاني في السنة اللي بعدها يعيد الحصار. ومع الوقت بدأ يستخدم وسائل أشرس، وأهمها كان وضع الأسرى اللي أخدهم في مقدمة الجيش، وده كان بيكسر مقاومة المدن لأن المدافعين عنها كانوا بيخافوا يضربوا أي سهم ناحية جيش المغول خوفا على الأسرى اللي كانوا في مقدمة الجيش من أهلهم أو أقاربهم. وزي ما قلنا قبل كده إن جيش المغول ما كانش عندهم خبرة تقريبا في حصار المدن، ولكن المنشقين من مملكة الجين ساعدوهم عشان يوصلوا للمرحلة دي من فهم طرق وأساليب الحصار. بس برغم المساعدة دي ما قدروش برضه ياخدوا عاصمة مملكة الجين، وده بسبب تحصينات الصين اللي كانت متقدمة جدا زي ما قلنا، وبسبب الأسوار العالية وأبراج الحراسة اللي كانت موجودة في الأسوار، وضيف عليهم كمان المتاريس والكرات النارية، وكل ده بالإضافة لمخزون من الأكل يكفيهم وقت الحصار. جنكيز خان لما خد باله من نقطة المخزون بدأ يدمر المحاصيل اللي حوالين العاصمة سنة بعد سنة، فهنا بدأت تحصل مجاعة واضطرابات سياسية داخل مملكة الجين. وبسبب ان الحرب والحصار كانت صعبة على الطرفين، في الآخر اتفقوا انهم يعملوا صلح وينسحب المغول، وكل ده كان مقابل جزية للمغول وشوية هدايا. بعدها بفترة استغل إمبراطور الجين اتفاق السلام مع جنكيز خان ونقل مقره للعاصمة الجنوبية بيانجينج. جنكيز خان اعتبر الحركة دي وكأنها كسر للهدنة، لأنه حس إنه عايز يهرب من شروط الصلح أو بيحاول ينظم دفاعاته من تاني، فاستأنف الهجوم من تاني على مملكة الجين، بس المرة دي كان أعنف وسيطر على مساحات كتير من شمال الصين، وده باستخدام أدوات حصار بناها بمهندسين وفنيين أثرهم من المدن الصينية. وفي سنة 1215 هزم جنكيز خان قوات الجين ودمر شمال الصين وقدر يستولي على تشونغدو، واللي كانت تعتبر عاصمة مهمة جدا لمملكة الجين واللي هي حاليا بكين. ومع سقوط العاصمة حصل خراب واسع وموجات نزوح ودمار هزت شرعية إمبراطورية الجين بالكامل. ولو تاخد بالك إن كتير من المدن ما وقعتش لأن المغول اقتحموا أسوارها، ولكنها سقطت لأنها تم عزلها وتم استنزافها وفقدت القدرة على الصمود. فهتلاقي مدن يا إما استسلمت يا إما ضعفت للدرجة اللي تخليها تنهار قدام المغول. فسقوط شونغدو سنة 1215 كان علامة كبيرة على قوة المغول وعلى تطورهم، وإن مشروع جنكيز خان بقى قابل للاستمرار وكمان التوسع، وده اللي خلى جيش المغول واحد من الجيوش القوية في حصار المدن، وده اللي هنشوفه بعد كده. وده بسبب الخبرة اللي اكتسبها في الحروب ضد ممالك الصين. فغزو الصين يعتبر نتيجة لميلاد دولة مغولية جديدة، بس في نفس الوقت كان سبب في قتل ملايين الصينيين اللي ماتوا على ايد جيش جنكيز خان. يمكن لما نشوف القصة من اولها هتلاقي ان قرار جنكيز خان بغزو الشمال الصيني ما كانش فكرة قائد بيدور على مجد، على قد ما كان نتيجة لتحول تاريخي في السهوب المنغولية، وقد ما
كانت عشان يحافظ على اتحاد القبائل في منغوليا، ولكن طبعا مفيش أي مبرر لقتل وحرق المدن بأكملها زي ما عمل جيش جنكيز خان ولسه هيعمل. وفي الوقت اللي كان فيه جنكيز خان بيثبت أقدامه في الشرق، كان في قوة تانية بتظهر في الغرب وهي الدولة الخوارزمية. وفي الحلقة الجاية هنشوف مع بعض إزاي قرار غير مدروس من مسؤول في الدولة الخوارزمية هيكون سبب في دخول المغول ولأول مرة لجوه العالم الإسلامي، وهيكون سبب في خراب ممالك كتير وموت ناس أكتر. فلو عاوز تعرف الحكاية من أولها تابعنا الحلقة الجاية إن شاء الله. وفي النهاية وعشان يوصلك المحتوى الجديد أول بأول اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. سلام.